لو خدنا آلة زمن وسافرنا مدينة بايرويت في سبعينات القرن ال19 كنا هنسأل نفسنا ألف سؤال عن ليه اختار فاغنر المدينة دي بالذات عشان يبني فيها مسرحه. فالمدينة الموجودة في إقليم بافاريا النهاردة مدينة صغيرة جدا وبعيدة وعدد سكانها قليل وخدماتها محدودة جدا، بس رغم كده شاف فيها فاغنر المكان المثالي عشان يبني مسرحه المستمر لحد دلوقتي. فبعد المدينة ومساحتها الصغيرة هيدوله الفرصة إنه يخلق مساحة فنية خاصة بيه لوحده يقدر يقدم فيها أعماله من غير أي تدخلات خارجية، والأهم إنها بعيدة عن أي منافسة من مسارح المدن الكبيرة زي فيينا وباريس، وعشان كده بايرويت كانت المكان المثالي لفاغنر. مسرح بايرويت ما كانش زي أي مسرح عادي في وقته، لأنه فاغنر كان بيفكر في كل تفصيلة تقدر تقدم نظرية العمل الشامل في أفضل صورها، وعشان كده تصميم المسرح كان مختلف. يعني مثلا عمل مكان مخصوص للأوركسترا سماه حفرة الأوركسترا المغطاة، ودي كانت بتبقى تحت الخشبة عشان الموسيقى توصل للمتلقي كأنها خارجة من جواه، مش واصله له بالشكل الاعتيادي المباشر. أما تصميم القاعة نفسها فكان على شكل مروحة، يعني الكراسي متوزعة بشكل يخلي كل الناس تقعد وشها ناحية الخشبة من غير ميل، وده بيركز الانتباه أكتر على العرض ويخلي توزيع الصوت أفضل. المسرح كمان كان من أول المسارح اللي اعتمدت على نظام إضاءة متطور ومتدرج عشان يقدر يخدم الحالة النفسية للعرض. عشان كده مسرح بايرويت كان تجربة درامية كاملة ومختلفة عن أي تجربة بيقدمها مسرح تاني. لما خلص بناء مسرح بايرويت قرر فاغنر يسميه دار الاحتفال، بس المسرح كان ليه أسامي تانية برضو زي دار الأوبرا في بايرويت ومسرح بايرويت النموذجي، وحاليا اسمه مسرح مهرجان بايرويت، ولحد النهاردة بيستضيف المسرح ده مهرجان سنوي خاص بأعمال فاغنر.